السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية إن شاء الله. شو صورتها لكم قبل ما نقيها الراية اللي هي لاغي، راح نديروها شطيطها ولا مرافقة لأي طبق. هنا بعد ما نقيتها ونحيت لها الجلد تاعها ونحيت لها الراس كامل وقطعتها قطع كما راكم تشوفوا، قطع متوسطة. وهذا النوع من السمك يجي بنين ما شاء الله وماشي غالي. وفي شهر رمضان او غير شهر رمضان يعني في حياتنا اليومية لازم ندخلوا السمك احسن من الدجاج في البروتين. نحتاج كمية من الثوم، هنا فلفل اسود وبابريكا ورشة من الكمون. تبعوا هاد الخطوات وتجيكم روعة ما شاء الله بنينة. تقدروا ترافقوها بالرز ولا ليبات يعني مقارون، ولا تخلوها هكذاك يعني طبق رئيسي شطيطها. وهذا الحوت كما قلت لكم شوفوا بنين وماشي غالي. هذه كامل استقامت لي 40,000، خاطش يحسبها للكيلو 60,000، 60 ميل للكيلو، ماشي غالية يعني. نعرفوا البواسون في الجزائر راهو غالي، بصح كاين اشياء تروحي تكابريهم تصيبي موان شار. وانا مالفه نشري في المارشي تاع باب الواد. المارشي تاع باب الواد فيه اشياء متنوعه وكامل. اللي من العاصمه تقدر تروح المارشي تاع باب الواد تصيب الحوت جميع الاصناف. وهذا المعدنوس أنا رحيت العيدان فقط نديرهم يطيبوا ونخلي الحشيش الفوقاني هذاك كتزيين. طبعا رحيت حبة كبيرة تاع طوماطيش ونزيد شوية بابريكا كما قلنا، والتوابل اللي قلنا عليهم. شطيطها هذه يعني جاتنا احسن من شطيطها تاع الدجاج، روعة وجات بنينة يعني صراحة. درتها بالروز وكان مالفة نشريها نديرها بالروز ولا، بصح هاد الخطرة خليتها هكذا شطيطها بالحميص جات روعة. ونعرفوا باللي السمك مفيد جدا للصحة. لازم نعرفوا برك لي غوسات لي توالم باش هكذاك ما نخسروش الوجبة تاعنا. لازم تخليها تتقلى على نار هادية مع هذوك التوابل اللي درناهم، ومن بعد نضيف رشة من الأعشاب العطرية لي زارب دو بروفونس. شوفوا السر، لأن لحد الآن مازال ما درتش الملح، نخلي غير هذوك التوابل يعطوا النكهة قبل ما ندير الملح. صافي نمرق هكذا ونخليها طيب، ما تديش مدة طويلة، يا ربي 10 دقائق 12 دقيقة هكذا تكون وجدت ان شاء الله. هكذا كي تقرب توجد ندير لها ميصة اللي كانت طايبة بيان سور، وندير لها هنايا كمية تاع الملح اللي نحتاجها هكذا غير على راس المغرفة شوية ملح، ونحركها ونزيد نخليها شوية تجمر على نار قليلة هكذا، ما خلوش فيها بزاف لاصوص. وكل واحد ذو كيفاش حبيتي تخلي صوص كبيرة، الا درتيها بالرز ولا بليبات ولا خلي فيها لاصوص. انا كي نديرها شطيطها هكذا يعني تغمس، ما نديرش فيها بزاف لاصوص. رشة تاع معدنوس تكون وجدت. شاهدكم في الجنة.